بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. النهاردة هنعمل تتبيلة فراخ تحفة. يلا كده نعملها سوا ونشوف ايه البهارات اللي هنستخدمها في التتبيلة الجميلة دي. اول حاجة هنجيب كاري، هنجيب 7 بهارات، كمون، كزبرة ناشفة وفلفل اسمر، معلقة صغيرة من كل حاجة، وكمان توم باودر وبصل باودر وبابريكا ومعلقة ملح. هنجيب ليمونة كبيرة كده ونعصرها وننزل بيها، ومعلقة صلصة وشوية خل وشوية زيت، وخلاص كده التتبيلة بتاعتي تمام. هنقلبها بقى كويس قوي كده، وده القوام بتاعها. هنجيب الفراخ بتاعتي نقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هشرحها كده عشان انا عايزة التتبيلة تنزل كده في الجلد وفي اللحم وتاخد منها قوي. وكمان حتى الورك كمان برضو هشيل الجلد وهتبل، وهشرح كده وهتبل من تحت الجلد. هدلك بقى الفراخ بتاعتي واعمل لهم كده مساج، عايزه بصوا التتبيله تتغلغل جوه اللحم. بعد كده هشيلها في التلاجة يعني على الاقل ساعتين. طبعا لو بدت من قبل كده بليله بتبقى حاجه تحفه قوي. بعد كده هجيب صينيه ادهنها زيت خفيف وارص الفراخ فيها، وهدهنها كده بفرشه من التتبيله الموجوده بتاعتي، وبعد كده احطها في الفرن. هتاخد حوالي ساعه، ساعه وربع. هجيب شويه بصل بقى مقطعهم شرايح كده، انزل عليهم بشويه سماق وذره ملح وهقلبهم في بعض كده. بعد ما فات ساعة هخرج الصينية بتاعتي، وهدهن كده ما ياخد من الصوص الجميل اللي تحت الفراخ، واحطه على اللحم عشان يطري اللحم ويبقى جميل وياخد لمعة جميل. هدخله تاني الفرن بتاع 10 دقايق او ربع ساعة، ويخرج احلى فراخ مشوية، لا تقولوا بقى على الفحم ولا غيره. هزينها بقدونس وكمان البصل الجميل اللي انا عاملاه، احلى طعم ممكن تاكلوه. يلا بقى واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.